فيديو أوبي ذا وولروس يعتبر من أغرب وأشهر الفيديوهات اللي انتشرت على النت. اسمه بالعربي ممكن يترجم لقطع زي الفقمة أو قطيع المروز. الفيديو ظهر أول مرة تقريبا سنة 2005، وبعدها انتشر على يوتيوب وبقى ليه ملايين المشاهدات. المقطع فيه مشاهد غريبة وغير معتادة لشخصية بشكل غير تقليدي، مع مؤثرات صوت وصورة مقلقة شوية، وده اللي خلى ناس كتير تشوفه مرعب أو مزعج. الجزء الأساسي من الفيديو مأخوذ من فيلم وثائقي عن شخصية اسمها الأرنبة الإلهة، وده اللي خلى الفيديو ياخد طابع غريب ومش مفهوم بالنسبة لناس كتير. فيديو بسيط بلانك روم سوب 3 من أكتر الفيديوهات سببت جدل وغموض على الإنترنت. في نهاية المطاف، النهاردة مفاجئ جدا من بره. شخص قاعد لوحده قدام اللي جهاز التحكم في الرعب هو الغموض 8 نصائح نفسه. ناس كتير طلعت نظريات مرعبة، وفي إشاعات اتقالت إنه جاي من الدارك، والشخصيات اللي لابسة أقنعة وجودها في الخلفية من غير أي تفسير واضح بيخلي المشهد كله مريب، وتحس إنك داخل عالم غامض ومش مفهوم. مفيش سياق، مفيش شرح، مفيش بداية أو نهاية، مجرد مشهد يخليك تسأل نفسك أسئلة كتير. هل ده عمل فني معمول لكي يصدم الناس، ولا تجربة، ولا مجرد فيديو عادي الناس كبرت موضوعه بسبب الغموض؟ سر الفيديو سايب مساحة للخيال، وكل واحد بيشوفه بيطلع بقصة مختلفة. الرعب هنا مش في مفاجأة نفسه، لكن في الإحساس اللي بيسيبه جواك. واحد من أغرب فيديوهات يوتيوب I feel fantastic. الفيديو ده ظهر حوالي سنة 2009، وبيعرض روبوت على شكل ست واقفة في أوضة عادية جدا، وبيكرر جملة واحدة بس: I feel fantastic. هي هي هي. الصوت ميكانيكي بارد، ومفيش أي موسيقى في الخلفية، وده اللي خلى الإحساس العام للفيديو مريب جدا. الناس بدأت تسأل: مين عمل الروبوت ده؟ وليه الفيديو متصور بالشكل الغريب ده؟ وإيه اللقطة المفاجأة اللي بتظهر فجأة لمكان بره البيت؟ مع الوقت ظهرت نظريات كتير على الإنترنت. في ناس قالت إن في جريمة مرتبطة بالفيديو، وناس تانية قالت إن اللقطة الخارجية دي مكان دفن حد. لكن الحقيقة أبسط من كده بكتير. الشخص اللي صنع الروبوت اسمه جون بيرجيرون، وكان بيجرب يصمم روبوت يغني. اسم الروبوت كان تارا، وكان الهدف فني وتجريبي مش أكتر. بس بسبب الغموض وإن مفيش شرح واضح، الناس بدأت تبني قصص من خيالها، وأحياناً الغموض بيكون أقوى من أي حقيقة. الفيديو نفسه مش مرعب بقدر ما هو غريب، لكن عقلنا لما يحس إن في حاجة ناقصة بيبدأ يملأ الفراغ بقصص مخيفة، وده اللي حصل مع I Feel Fantastic. الفيديو اللي قدامكم اسمه Dining Room or There is Nothing، وهو واحد من أغرب وأقدم مقاطع الرعب اللي انتشرت على الإنترنت من سنة 2006. في بدايته بنشوف بنت بشعر محمر وبشرة شاحبة قاعدة في غرفة على طاولة، ومظاهر الفيلم بشكل عام غريبة جدا لدرجة بتخلي المشاهد يحس بعدم الراحة. اللي بيخلي الفيديو مريب مش مجرد اللقطة نفسها، لكن أسلوب التصوير والموسيقى الصامتة والصوت الغريب اللي بيظهر، وكمان الشعور الغامض اللي بيبقى موجود طول الوقت. الناس لما شافته لأول مرة حسوا إنه مش مجرد فيديو عادي، إحساس وجود شيء خاطئ في المكان، شعور كأنه نافذة لعالم غريب أو كابوس واقعي. وفي تعليق على الفيديو بيقول إن طريقة وضع المكياج وتكوين المشهد وحتى النار اللي حواليها بتدي إحساس كأنك بتشوف حلم مرعب أو شيء خارج عن المنطق. هل ده فيديو رعب حقيقي؟ ولا مجرد قطعة فنية مليانة رموز وإحساس غريب؟